بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده بقى معانا الاكله بتاعتنا الرائعه والشهيه قوي قوي قوي، ما خدتش منك ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وبتوابل بسيطه جدا جدا، وامكانياتنا على قد ايدينا زي ما احنا متعودين مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. وانا كده بجيب لكم بقى الكاميرا من قريب ومن بعيد زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين الجمال؟ مش قادره اقول لكم بقى طبعا على الطعم ولا الريحه. شايفين؟ انا بجيب الكاميرا من قريب ومن بعيد. طبعا احنا مش عاملينها على الفحم. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنا معانا كيلو لحمة عليها 100 جرام من اللية او 100 جرام من الدهون. ناخد بالنا لو ما بتحبش اللية يبقى ايه؟ دهون. معانا هنا بقدونس مش شبت، بقدونس. ومعايا بصلتين حلوين كبار او 3 كده حلوين، و3 فصوص من التوم. بس كده؟ بس كده. يلا على الكبة، يلا على الكبة. طبعا هنا انا فرمت الفلفل معلش البقدونس والبصل والثوم، وطبعا بالميه بتاعتهم كده هنزل عليهم على طول، مش هصفي ميه ولا اي حاجه زي ما احنا شايفين مع بعض. معانا فلفل ومعانا بابريكا، معانا فلفل ومعانا بابريكا ومعانا ملح. عايزه تحط شطه انت وراحتك، مش عايزه تحط شطه براحتك خالص. معانا بقى التتبيله بتاعه ماجي بتاعه الكفته، حلوه قوي قوي وتتبيله رائعه رائعه. هحط طبعا الكيس بيتحط على الكيلو، ناخد بالنا الكيس بيتحط على الكيلو. لو انت هتعملي نص كيلو حط نصه بس. وهقلب بقى كل ده مع بعضه. طبعا المعلقه مش هتنفع في الخطوه دي، بس انا بقلبهم كده مع بعض، وبعدين هشتغل بايديا. شايفين الجمال؟ سهلة وبسيطة ومش متعبة ومش مكلفة، وهتعمليها في وقت قياسي. هقلب بقى بايديا، وزي ما احنا شايفين مع بعض قلبتها حلوة قوي قوي. شايفين؟ عملت خيوط اهي، وطبعا بتتصبع معايا. طبعا انا لازم اريحها شوية في التلاجة كمان نص ساعة، يعني نص ساعة بس اريحها في التلاجة لما اشغل الفرن بتاعي واجهز الصينية بتاعتي. بس كده، ما بتاخدش منك وقت خالص. اجهز الصينية واجهز الفرن ونرجع نكمل مع بعض. طبعا هنا الكفتة خلاص قعدت نص ساعة بالظبط في التلاجة على ما جهزت الفرن بتاعي، وكمان عملت الصينية بتاعتي. هجيب كده رشة من الزيت بسيطة جدا، عشان انا كده كده معايا نسبة دهون في اللحمة. احنا قلنا الكيلو عليه 100 جرام من الدهون، ايا كانت ليا او ايا كانت دهون. طبعا دي مية عادية خالص من الحنفية. هحط بقى فلفل وملح، وكمان معلقة كده او معلقتين من الكاتشب. شايفين بقى؟ مش عايزة ما عندكيش كاتشب مش مشكلة خالص. مية وفلفل وملح، يعني ما عندكيش كاتشب مش مشكلة. هقلب بقى كل ده مع بعضه، طريقة سهلة وبسيطة. طبعا صوتي متغير عشان نزلة البرد اللي عندي، معلش اعذروني. مطولة قوي نزلة البرد دي يا جماعة. هجيب بقى معلقة او عصاية من بتاعة الشيش طاووق، او تعمليها بايديكي فمش مشكلة خالص. هبل ايدي كده من المية اللي احنا عملناها دلوقتي، وهحط على المعلقة وابتدي ان انا اصبع الكفتة بتاعتي. التصبيع بتاعنا مش هياخد منك لا وقت ولا مجهود. شايفين بقى الجمال؟ تعملي بقى الصباع انت وراحتك، عايزة تعمليه كبير، عايزة تعمليه صغير، عايزة تعمليه وسط، انت وراحتك. شايفين الجمال؟ احطه بقى كده عشان الف داير ما يدور الصينية بتاعتي. هعمل كمان واحد معاكم. هبل ايدي برضو بالمية. هي كفتة مش محتاجة، لان هي بتمسك لوحدها بصراحة، بس عشان الناس اللي بتقولي الكفتة بتفك مني من على السيخ، لا الكفتة بتفك مني من على المعلقة. لا انا ما بعرفش اصبع الكفتة عشان الكفتة بتفك مني. لا الكفتة هنا تمام وما بتفكش ولا اي حاجة. انت بس عجنيها كويس قوي قوي قوي،
وناخد بالنا من نسبة الدهون. الكفتة بتكش مني ليه؟ الكفتة بتكش مني عشان فيها نسبة دهون عالية، فانتي ما بتحطيها في درجة حرارة عالية الدهون بتاعتها بتنزل، زي ما احنا هنشوف مع بعض في الفيديو بتاعنا. مش عايزاها تكش منك يبقى تحط لها بقسماط. حاولي تساوي الصباع وتخليه شكله حلو عشان يبقى في التقديم برضو شكله حلو. هكمل بقى باقي الكمية ونرجع نكمل مع بعض. طبعا شايفين الجمال، شايفين انا رصة الصينية ازاي؟ ترصها بالرصة اللي انت عايزاها. انا هنا بحب ان انا ارصها كده، وقرن فلفل بقى سبايسي كده وقرن بارد زي ما احنا عايزين مع بعض، او تعملي كمان طماطم ما بين الصوابع وبعضها. طبعا هنا انا شوف شايفين الصابع متماسك ازاي؟ يعني انا ماسكه الصباع شايفينه متماسك، مش مفرفت ولا متبهدل، ولا ان انتي مثلا تمسكيه يبقى منظر الكفته يبقى مش حلو معاك. لا، هحطه بقى في الفرن على درجة حرارة عالية، وبعدين هنشغل الشواية من فوق زي ما احنا شايفين مع بعض هنا في الفرن. كده خلاص انا هشغل بقى الشواية ياخد لون وهخرجه تاني 10 دقايق بس. طبعا هنا شايفين بقى الجمال، اخدت مني بالظبط 20 دقيقة في الفرن. هجيب بقى الطبق التقديم وهبتدي ان انا ازين الطبق بتاعي بالبقدونس او بالشبت او بالكزبرة زي ما احنا واخدين بالنا، او بترنشات من الفلفل الحار او البارد. احنا بندي افكار لبعض وبنشوف طريقة التزيين، كل واحدة لها عينين، واحنا قلنا العين بتاكل قبل البق. هنرص بقى الصينية بتاعتنا. شايفين هنا كشت ازاي؟ عشان انا مش حاطة فيها اي بقسماط خالص، انا حطاها لحمة بس والبصل والبقدونس فقط لا غير. لو انت حاطة بقسماط مش هتكش معاكي. شايفين الجمال والحلاوة والطعم؟ مش قادرة اقولك عامل ايه. الطعم رائع جدا جدا جدا. ممكن بقى تاكليها جنب رز اصفر او رز بشعرية، ممكن تاكليها بعيش سندوتشات وطحينة زي ما انت عايزة. هنا الاكلة بترجع ليكي انتي، بس انا هنا حاولت ان انا اصورلك الكفتة، لان انا كل مرة بصورلك الكفتة وهي على الفحم او هنعملها على الفحم. طبعا الفحم بيبقى حلو قوي، بس انا حبيت ان انا المرة دي اعملها في الفرن. عايزة تضيفي ليها قطعة فحم وتعمليها مع الصينية انت وراحتك، مش عايزة خلاص. انا عملتها كده بصراحة وكانت طعمها حلو قوي قوي قوي، احسن ما انت بتقليها على البوتاجاز. في ناس تقول لي احنا بنقليها على البوتاجاز وبتطلع حلوة، لا دي احلى كمان. بتاعة الفرن يا جماعة جربوها، احلى وطعمها رائع جدا جدا، والصابع متماسك كده وحلو وطعمها حلو. شايفين هنا الجمال؟ هنجيب بقى كيس شطة كده او بطاطس. عايزة تعملي بطاطس بقى صوابع جنبها ماشي، عايزة تزيني زي ما انا زينت ما فيهاش مشكلة، زيني بقى بالتزيين اللي يعجبك. احنا بنكسر اللون او بنخلي الطبق بتاعنا شكله شاهي في التقديم. لو عندك عزومة احنا بندي افكار، وافكار سهلة وبسيطة ومش متعبة ومش مكلفة وعلى قد الايد. الله على الجمال، شايفين الحلاوة؟ كمان هنزين ببقدونس او كزبرة او شبت او حلقات من الفلفل. هو طبق لوحده عايز يتاكل لوحده بصراحة. شايفين الجمال؟ الله على الحلاوة. انا طبعا بجيب لكم الكاميرا من قريب، شايفين؟ وطعمها حلو قوي قوي. يعني انا شايفين الصابع عامل ازاي؟ انا مش قادرة استنى. ومن جوه الحشو رائع ومتماسكة، مش مكتومة، وكمان مش سايبة كده في نفسها، لا الصابع ماسك نفسه وما شاء الله جميلة. انا عايزاكم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جاي.